الشيفت كارير خسرنا كتير. اي حد بيجي يفكر انا عايز اعمل كارير شيفت او اروح مجال تاني، للاسف بيندم اشد الندم. ليه؟ لان هو ما فكرش هو انا قبل ما اعمل التشينج ده او قبل ما اعمل الشيفت ده ايه اللي المفروض يكون موجود في الكارير اللي انا رايحه. ما ينفعش عشان حاجه انت بتحبها ان انت تروح لها. لا، في معادله كده للنجاح عشان تقدر تعمل كارير شيفت كويس. في 3 حاجات لازم يكونوا موجودين. لازم يكون عندك باشن للحاجه اللي انت رايحها، تكون بتحبها. بس الحب لوحده مش كفايه، لازم معاه حاجات تانية. لازم يكون عندك السكيل بتاع الحاجه اللي انت هتروح تشتغل فيها. ما ينفعش تكون هتروح فيلد تبدا يعني فروم سكراتش، في ناس سابقينك بكتير جدا لمجرد ان انت بتحب المجال. لازم يكون عندك على الاقل البيزكس، الاساسيات اللي هتبني عليها. لان انت ممكن تيجي تتعلم الاساسيات تلاقي نفسك اصلا بتحب الحاجه بس مش عارف تكتسب المهاره. يعني انت مثلا بتحب الكمبيوتر والبروجرامينج بس دماغك ما بتعرفش تكتب كود كويس، ما بتعرفش تفكر بشكل لوجيك كويس. اخر حاجه واهم حاجه ان انت الحاجه دي يكون ليها ماركت، ليها سوق. يعني مش عشان انت بتحبها وعندك سكيل فيها ان انت تروح تشتغلها وهي اوريدي ملهاش ماركت، او الماركت بتاعها يعني ساتيوريتد، متشبع وكل الناس يعني هرسته خلاص. فالثلاث حاجات دول لازم تفكر فيهم كويس قوي قبل ما تلبس نفسك في الحيط.